في الفوار أنه هذا بير اكتشاف تونسي 100%. ليتود تونسية، وعندي شكون عمل ليتود، وعندي شكون عطى ليتود لجنب اسمه، ونجم معناها كله نحطه قدام المجتمع التونسي بالاسم وبالوثيقة وبالكل نحكي فيه. دونك معناها ليتاب تعرف بترول موجود ومتأكدة منه. الحفارة تونسية نتاع شركة تونسية التنقيب، اليد العاملة كلها تونسية. المدير اللي في الإيتاب اللي يسلم الوثائق هذه للشركة الأجنبية هو أصبح مدير نتاعها ب 18,000 دينار في الشهر. في ظرف 8 شهور يخرج من الإيتاب يصبح هو المدير نتاع الشركة هذه ويسلم له. معناها إتيود تونسي، بترول تونسي، الشركة اللي حفر تونسية، اليد العاملة تونسية. وعليش احنا ندخلوا في شريك ب$10,000 على $10,000؟ احنا مستعدين. ليتاب عندها امكانيات 1800 مليار، يصبح هو بيجي متاعها $10 مليون. تعطي انت معناها تصور في البير الاول 2000 بريل يومي. معناها احسب السيد هذا ب$10,000 معناها اصبح اليوم يملك معناها حقل اللي احنا نعرفوه منتج من عام 2006 والدراسات موجوده. علاش معناها CTF وليتاب اللي هي تنتج اللي عندها حقول خاصة بها، علاش ما هي ما قامتش بالعملية هذه؟ علاش نجيبوا فيها ونجيبوا احنا جماعة ليتاب هم اللي يجيبوا وهم اللي عقب هو يمشي يكتشف ويخسر اموال، نقوموا احنا نعطوه الوحدة ومعناها على اساس ليتاب اش قاعد تخدم مصلحة اشخاص. ونشوفوهم راهو المسؤولين الكل اصبحوا مديرين، المسؤولين نتاع ليتاب الكل اصبحوا مديرين عند الشركات الاجنبيه. دونك ولت معناها ناس تاخذوا اموال كبيره مصلحتهم في ليتاب ياخذوا في 2.5 ملايين في الشهر ومعناها والاخر يعطيه 18 مليون. دونك ولا هو يخدم المصالح الاجانب ما عادش يخدم مصلحه تونس. دونك بترولنا نتقسموا فيه وقت اللي هو نتاعنا بخبراتنا اللي يقول لك ما نجموش نحفظوا احنا الحفارات ثم 6 و 7 حفارات تونسيه. احنا نحكيو توا حبيت تكون معانا اليوم وحبيت تحكي على الموضوع هذا على خاطر ترى انه فما احتقان شعبي قاعد يصير، وسمعنا حتى انه يمكن في اخر ماي توفى تونس.